فضيحة مباراة الزمالك والبنك الأهلي. محمد عادل حكم المباراة، وأحمد عبد الباسط الناقد الرياضي، وإبراهيم فايق المذيع الشاطر. إيه القصة وإيه الحوار وإيه الحكاية؟ تعالى عزيزي المشاهد أما أعرفك. في مباراة نادي الزمالك اتحسب على نادي الزمالك ضربتين جزاء، والحكم حسب لنادي الزمالك ضربة جزاء في آخر دقيقة والزمالك فاز بيه، اللي أحرزها عبد الله السعيد. ظهر بعد المباراة جدل كبير حوالين المباراة، طب ضربة الجزاء الزمالك صحيحة، طب ضربة جزاء الزمالك غير صحيحة. كله ركز على ضربة جزاء الزمالك، وقالوا الضربتين جزاء بتوع البنك الأهلي ضربة تتحسب وضربة ما تتحسبش، وكله ركز على ضربة الجزاء اللي الزمالك فاز بيها بالمباراة. ظهر الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط معاه تسريب من غرفة الفار بالحوار اللي حصل ما بين محمد عادل وحكم الفار، والتسجيل هنسمعه دلوقتي. عادل سامعني؟ حبيبي انا عندي لمسه اليد قبل خطا المهاجم، عندي احتماليه وجود ركله جزاء. تعالى بص عليها هوريك الزاويه اهو، دي لحظه لمسه اليد اهو انا معاك اهو، انا معاك في كل حاجه، انا معاك في كل حاجه يا حبيبي اهو. واحده واحده وصلت ماشي 3 في المباراه. امشي اهي هنا حصل لمسه اليد، امشي حصل الفاول بعدها، ارجع امشي ماشي. هات السرعه العاديه يا راجل، ده الكوره مرتده اللي بعد ما ضرب البيت ثاني هجيب له الكلوز. هات الكلوز، خد الكلوز دي كمان اهو. طب خد دي اهي. صعب قوي يا ميدو. سامعني؟ ايه سبب ظهور التسجيل في هذا الوقت؟ احمد عبد الباسط طلع مع ابراهيم فايق وقال اللي حصل، معاه تسريب للحوار اللي حصل ما بين محمد عادل وحكم الفار في ضربة جزاء الزمالك. طب اللي سرب يا احمد يا عبد الباسط ضربة جزاء الزمالك ما سربش ضربتين الجزاء اللي فاتوا؟ يعني هو اللي سرب الحوار ما بين محمد عادل وحكم الفار في ضربة جزاء الزمالك، ما سربش الحوار ما بين محمد عادل والفار برضه في ضربتين الجزاء بتوع البنك الاهلي؟ طبعا خلينا ماشيين مع احمد عبد الباسط. طب احمد عبد الباسط قال لك ايه؟ قال لك اللي محمد عادل اما جه شاف الفار شاكك اللي ضربة الجزاء غير متعمدة، الكورة بيقول اللي هي خبطت في الارض وبعد كده رجعت في ايده، وقال اللي هو مش واثق اللي هو يحسبها ولا لا. وفجأة حكم الفار بص ولقوا محمد عادل نازل الملعب وبيحسب للزمالك ضربة جزاء. ده خطأ كارثي، لا ده لازم الدنيا تقف. اتحاد الكرة ظهر علينا عمل تحقيق للحكام، مين اللي سرب الفيديو؟ مين اللي سرب الفيديو؟ طب والاخطاء اللي حصلت في المباراة؟ طب نيجي نشوف ايه هي الاخطاء اللي حصلت في المباراة. الاخطاء اللي حصلت في المباراة اللي بيقول لك ضربة جزاء الزمالك اللي هو فاز بيها مش ضربة جزاء، هنمشي معاكم، يبقى كده المفروض النتيجة 2-2. وقال لك في ضربة جزاء للبنك الاهلي مفروض ما تتحسبش، ادي كده 2-1 لنادي الزمالك. وقال لك مفروض الزمالك ليه ضربة جزاء لحسام عبد المجيد، يبقى كده 3-1. يبقى كده اللي اتضر اللي نادي الزمالك، اللي ممكن لو ضربة الجزاء الأخيرة دي ما كانتش اتحسبت كمان كان الزمالك ساعتها طلع متعادل وخسر نقطتين ومحدش يتكلم في حاجة. طب أحمد عبد الباسط حكى الكلام ده كله وقال لك لو الناس دي طلعت نكرت الكلام أنا هطلع التسجيل اللي معايا. طلع علينا محمد عادل مش يسكت بقى وخليك في اللي أنت فيه، لا يسكت ليه؟ طلع قال لك لا أنا ما قلتش الكلام ده وما حصلش الكلام ده. سهر علينا ابراهيم فايق امبارح بالتسجيل على الهواء مباشره، سمعنا كلنا التسجيل. بعديها رد محمد عادل على الميديا وقال اللي التسجيل اللي طلع ده مش صوتي، الصوت ده متركب، انا ما قلتش الكلام ده وانا هرفع قضيه على ابراهيم فايق وعلى البرنامج بتاعه. محمد عادل حكم على الله حكايته، ودي مش اول مره يعمل اللي هو عمله ده، كان ممكن يتسبب ان الزمالك يفقد نقطتين كده وخلاص. طب يجي لك بقى الجانب الاهلاوي كله يقول لك ايه، لا ما هو شفتوا عرفتوا اللي انتوا بتكسبوا بالاحتواء ضربه الجزاء الاخيره. يا ابني ما انا حسبتها لك اهيت، احنا لنا ضربه جزاء وضربتين الجزاء بتوعهم شيل منهم ضربه والضربه الاخيره قدرها مش موجوده، هتلاقينا احنا كسبانين 3-1. يا ابو المفهوميه ركز.